خمسة وخميسة عليك يا اهلي، ما شاء الله، الله اكبر. خمسة وخميسة. الاهلي النهارده نفسه مفتوحه يا جماعه، نفسه مفتوحه، والدوري ولع. الدوري ولع، خلي بالك، اصحى بقى للي جاي، عشان قسما بالله الدوري ولع. يعني الاهلي عنده الماتش اللي جاي المصري ما بينه وما بين الزمالك اللي هو الثالث 3 نقط. ده 36 والزمالك 39. يعني عنده حافز اللي هو يكسب علشان يلعب كونفدراليه. وفي نفس الوقت الاهلي مش عايز يخسر ولا نقطه. ويوم الخميس يوم الجمعه عندك بيراميدز، عنده مين بقى؟ عنده البنك الاهلي، هيلاعب البنك الاهلي. والزمالك بكره عنده البنك الاهلي، لو خسر راحت عليه خالص، مش هيخش في السباق. لازم الزمالك يكسب، حتى الماتش بتاع بيراميدز مش هينفع يسيبهوله، علشان لو سابهوله هيلاقي المصري بيلاحقه، هيبص يلاقي بقى خد المركز الرابع وده بقى رجع مركز ثالث. فالدوري ولع يا جماعه حرفيا. اللي جاي مش هينفع حد يسيب نقطه لحد. وسبحان الله هيتضربوا في بعض. ما هو بيقول لك اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين، وان الله لا يصلح عمل المفسدين. خططوا براحتكم، في الاخر الدوري في الجزيره ابعتها له.